أنا عندي كنز اسمه الدعاء، إني أرفع إيدي للسماء وأقول يا رب. لو فكرت شوية بس أنا بطلب من مين، نظرتي للموضوع هتختلف. أنا بطلب من الغني اللي يملك خزائن السماوات والأرض، بطلب من الكريم اللي كل خلية في جسمي وكل نفس بتنفسه جميل من جماله عليا، بطلب من اللي محدش غيره هيحب طمعي فيه. يا أخي شوف الأنبياء كانوا بيطلبوا من ربنا إزاي واتعلم منهم. كانوا بيطلبوا المعجزات وربنا سبحانه وتعالى كان بيديها لهم، مش عشان هم أنبياء لكن علشان عندهم يقين إنه كريم وأي شيء هتطلبه منه مش هيعجزه، والكتير عندنا قليل قوي عنده. شوف سيدنا زكريا طلب من ربنا إيه؟ طلب يكون عنده ولد وهو طاعن في السن وزوجته عاقر. يعني أي حد يقول لك مستحيل يخلف، لكن هو ولا فرق معاه الكلام ده، كان عارف كويس قوي هو بيطلب من مين. فربنا سبحانه وتعالى اداله سيدنا يحيى. سيدنا سليمان لما طلب من ربنا قال له ايه؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ما قالش كفاية المغفرة لوحدها، لا ده عايز معاها الملك. وما قالش اطلب اي ملك وخلاص، لا، الملك لا ينبغي لأحد من بعدي. ختم كلامه جملة عظيمة قوي، إنك أنت الوهاب. الوهاب غير الواهب. الواهب يديك مرة واحدة، الوهاب كل ما تطلب منه هتاخد وبلا حساب ولا أسباب. سيدنا يونس كان في بطن الحوت، فيه ضلمة وسواد أكتر من كده. في موقف يقولك إن الحياة شطبت أصعب من كده، ومع ذلك دعا ربنا فربنا نجاه. سيدنا عيسى طلب من ربنا ينزل له مائدة من السماء، ما هي دي معجزة. سيدنا موسى طلب من ربنا المية، استسقى